يا سلام. اما قصة بصحيح، يعني بالصلاة على النبي كده انت كنت بتخمس بالمركبة بتاعتك في الجو، وإذ فجأة نزلت عندنا في حارتنا بالغلط، وبسبب نزولك ده الجو لا مؤاخذة اتفيروس وكلنا اتصابنا بالبتاع اللي انت بتقول عليه ده وصوتنا اتغير، صح كده؟ يا ابني بس بقى انت هتشلني. بتاع ايه اللي اتصابنا بيه؟ ده بيقولك فيروس واسمه كركريه باين. لا، ليس كركري بل كركسي. إنها ليست بالكلمة العربية. والنعمة ولا هو رغليفي حتى. تقدر تقول كده ان بندق ده ليه لغة بتاعته هو لوحده. بس عموما سيبك من بندق، قول لي بقى البتاع اللي احنا اتصابنا بيه هنتعالج منه ازاي؟ سأخبرك، لا تقلق، أنا هنا لمساعدتك. وازاي بقى هتساعدنا يا عم فلاف؟ بس اطلع يا بندق شوف ايه سبب الدوشة اللي بره. وانت يا طعمية خش استخبى في الدولاب ده، لا يطلعوا زباين ولا حاجة. أجل يا سيدي. شفت هو بيقول لك اجل يا سيدي، تحسه كده خارج من فيلم رسالة للوالي. الا بالحق يا دكتور، تعرف حرفوش ابن برقوق بتاع الفيلم ولا لا؟ انت بتهزر يا بندق، بلا برقوق بلا خوخ. اخرج يلا شوف اللي بره، لا يكسروا العيادة فوق نفخنا. حاضر يا عمنا حاضر. انت يا بندق، يا بندق انت فين؟ ايه يا ست عطيات، عايزه ايه على الصبح؟ وبعدين هو في حد بينادي على حد كده؟ هو انا واقف لك في بلكونه في السابع ولا ايه؟ بلا سبع بلا تامن يا عم بندق، الدكتور بتاعك فين؟ هو ايه اللي الدكتور بتاعك فين؟ وانت هتعوز الدكتور في ايه ياض انت على الصبح ياض؟ اكيد مش عاوزه عشان يحلال، احنا عاوزين الدكتور عشان يكشف علينا. ايوه يا اخوي، احنا عايزينه يكشف علينا، مع اني ولا مقتنعه ولا كنت عايزه اجي الدكتور بتاعك ده، بس اهو بقى البت فريال قالت لي وانا قلت اجرب. تجربي ايه بس يا عطيات؟ هو انت داخله مصمت وهتجربي اكله جديده ولا ايه؟ اللهم طولك يا روح، هنفضل نحكي طول اليوم بقى ومش هندخل نكشف؟ ولا انت مش مريحني يالا وجودك، ووجودك بيوترني يالا. واقول لك كلهم هيدخلوا يكشفوا الا انت يالا. بس الحق صحيح، انتوا عايزين تكشفوا ليه؟ هو في حاجه؟ هيكون ليه يا عم بونتو يعني؟ انت مش سامع صوتنا عامل ازاي؟ صوتكوا لا ما هو ايه، انت تعرف حاجه ومخبيها علينا ولا ايه؟ يا ست اعرف ايه بس؟ انا لا اعرف حاجه ولا مخبي حاجه. ثواني كده هدخل للدكتور واقول له ان انتوا هتكشفوا، بعد كده ادخلوا وهو هيكشف عليكوا. ماشي انا ماليش دعوه بحاجه. ها الحق يا دكتور، الحق يا دكتور، الولية عطيات بره وعايزه تكشف هي وعيالها عشان صوتهم اللي باظ. طب والعمل دلوقتي؟ عمل ربنا بقى يا شيخ. هقول لك احنا ندخلهم ونقول لهم ان فلفل اللي مستخبي في الدولاب ده هو السبب في اللي حصل لهم وهم يتصرفوا معاه. لا طبعا، احنا لو سلمناها ليهم مش بعيد ياكلوه. بعدين ده هو الوحيد اللي عارف علاج وحل اللي صابنا ده. اقول لك دخلهم لي، انا هكتب لهم على اي دواء فيتامين كده، هقول لهم ان هو هيخففكم مع الوقت. بعد ما يمشوا هنقعد مع فلافل ويحلها لنا. يا ابني ليه يا دكتور؟ وبكده تبقى ضربت زغلولين بزلطة واحدة. يبقى كده احنا في نفس الوقت حافظت على فلفل وهتخليه يخفف على الناس، وفي نفس بقى ذات الوقت برضو لو خفوا يبقوا شايفين ان انت اللي خففتهم. صح يا بندق، وهي دي بقى الدماغ الصح. لو اي حد تاني غيرهم جه دخلهولي وانا هعمل معاه نفس القصة. وانت يا فلافل خليك في الدولاب واوعى تخرج او تتكلم الا لما اقولك. تمام يا دكتور، تمام عينيا الاتنين يا دكتور. بص بقى يا حريم الحارة، هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه، واللي يتكسف من بنت عمه. الله، جرايه يا بنت ابويا، ما تنجزي وتقولي مجمعانا ليه؟ انت هتعملي لنا فيها بوحه؟ ها؟ قوليلها يا جماعة، قولي لاختك هي مجمعانا بقالها ساعة ومش عارفة تجمع كلمتين على بعض. هي المصيبة مش في إنها مجمعانا ومش عارفة تتكلم، النايبة الكبيرة بقى إنها عمالة ترغي وتقول أي كلام، بحسها شبه صوت العرسة كده واحنا عمالين نسمع. أيوة صح، اللي احنا فيه ده بقى آخرته ايه؟ يعني مثلا كده هنفضل نتكلم شبه الضفادع كده لحد امتى؟ ما هو لو الصبر العاجل على المقتول كان اتنيل ومات لوحده. اسمعني يا حريم الحارة، احنا لازم ناخد بعضنا ونطلع على المقام ونحط كل اللي في جيوبنا جواه. اهو جايز ربنا يلطف بينا.
انتي انهبشتي ولا اتجننتي في نافوخك يا غريبة؟ مقام ايه اللي نديله فلوس عشان نخف؟ ده بخسيرة، يعني مقام هفق وملوش لازمة. ها؟ هو النبي معاكي حق يا جماعة، أختك مفكراني ما هنا ويا ما هناك. يكفيكوني يا أختي فاكرة السيد البدوي هيرجع لك صوتك اللي بقى مش هيدفع ده. لا 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 لا، مفيش مقامات أصحابها بيعملوا أي حاجة، الكلام ده خرافات، لازم ينتهي من حياتنا خالص. يا سلام، وانت جبتي بقى الكلام ده منين يا حبيبتي؟ اكيد من النت اللي لحس نافوخك وخلوا اللي زيك بقاله ساعة. يوه، احنا هنفضل نعاند ونخش لبعض قافية كتير وتخلصوا وتقولولي ها هتيجوا معايا نرمي فلوس للمقام وهي محاولة عشان نخف ولا لأ؟ انا قايمة ورايحة عند الدكتور سلماوي يا بنت ابويا، المقام قال. ها؟ أيوة، نواعم معاها حق، احنا لازم نروح للدكتور عشان يشوف لنا حل. والنبي فكرة، خلينا نجرب دكتور الغبرة ده، جايز يبقى عنده حل. وانا كمان رأيي من رأيكم، يا رب بس يجي كلامكم فايدة. وانت يا غريبة سيبك من الكلام اللي في نافوخك ده، يلا تعالي معانا. حاضر، هاجي يا أختي حاضر. وبعدين يا دكتور، هو صوته هيفضل كده لحد بكره؟ يبقى يا ست ميرفت، ما الدكتور قالك ان اخرها بكره بعد الدواء. جرى يا عم بندق، تدخل في مش ملك ده ليه من غير ما تدي إشارة؟ اشاره ايه اللي هيديها لها يا عم؟ انت يالا طالع كمساري يالا ولا ايه؟ لا، بقولك ايه، كله اللي اخويا يا عم بندق. ده الحيلة. يا ستي بلا حيله بلا نيله، انتوا عايزين ايه يعني من الاخر؟ ما تقولولي يا. اصبر يا بندق، انا هفهمه. بصوا يا جماعة، الدواء اللي انا كتبته ده هتاخدوا منه قبل ما تناموا النهارده. بكره الصبح باذن الله هتقوموا تلاقوا نفسكوا زي الفل. وعلى فكره معظم اهل الحاره جم عني وكتبت لهم نفس الدواء. دكتور الدواء ده هيكون شاهي بس. شاهي ايه بس يا حاجة؟ هو قوطة؟ الله، عمودة طريقته بتضحك قوي يا سوسو، بس قوليلي يعني ايه قوطة؟ قوطة يعني طماطم يا حبيبتي، اللي هي ولا مؤاخذة يعني بنعمل منها الصلصة. ورايا ياما انت هتشرحي له الخضار بيتزرع ازاي؟ ما يلا يا جدعان نروح نجيب الدواء قبل ما يخلص من الارزخانات. صح ياما، الولد ده معاه حق، كده الدواء هيصح ومش هنلحقه. ارزخانات؟ لا، انا كنت مستغرب اللي جالنا ده جالنا منين؟ ده انتوا عايزين قنبله ذريه. سوسو، هي يعني ايه ارزخانات وذرية؟ سيبك منهم ومن كلامهم يا حبيبتي، ويلا بينا عشان نجيب الدواء. تشكر يا دكتور. اللهم طولك يا روح. يعني انت عايزه ايه دلوقتي يا ست راويه؟ من الاخر كده انا عاوز ادخل للدكتور من غير ما ادفع غير كشف واحد لينا احنا التلاتة. ليه؟ هو مستوصف ولا اتوبيس نقل؟ يا ستي دي عياده دكتور وليها اصول. بس بلا اصول بلا فصول، خلصني وخد ال20 جنيه دي ودخلنا احنا التلاتة، ولا اقولك خليهم 30. 20 و30 ايه بس يا راوية؟ ده كشف دكتور وله سعره. قولي لها يا ست روحيه، بدل ما هي مفكره نفسها داخله جمعيه يعني. معلش يا عم بندق، ممكن تدخلنا عشان الكرتون اللي انا بحب اتفرج عليه قرب يشتغل؟ والله يا ابني انا لو عليا ادخلك انت وامك ببلاش، بس الست القرشانه دي قسما عظما ما هتدخل الا لما تدفع. طيب يا بندق، خد ادي طبعا الكشف لينا احنا التلاتة، المهم بس ندخل. والله لو عليا ادخلك ببلاش يا ست الناس، بس ده شغل يا ست الناس. اتفضلوا. بس كده بس، كله تمام يا دكتوره. كده كل اهل الحاره كشفوا وراح يصرفوا العلاج وبعد كده هيناموا. تمام اوي كده، اطلع يا فلفل. دي زي يفتح السمسم كده. بندق، بالله عليك انا مش ناقص. انا النهارده كان يومي طويل وشفت فيه العجب، فبالله عليك خلي اليوم يخلص. أنا حضرت، ولكني سبق إن قلت لك إن اسمي فلافل وليس فلفل. يا سيدي فلفل ولا فلافل بقى، خلصنا. ها الناس هتخف ازاي؟ لا تقلق، كل أهل الحارة سيشفون، ولكي يحدث هذا أنا سأقول بعض الكلمات ويجب أن يقولوها معي. حلو، بندق اهو هيقولها وراك. حسنا، ولكن يجب أن تعلم يا بندق صوتك سيظل كما هو. يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ يعني انا هفضل كده ومش هخف عشان هقول الكلمات وراك؟ لا نعم ايه، انا هيفضل شغال معايا بندق وكمان بصوته ده انا كده عايش في عالم سمسم. ما هو عالم سمسم؟ أهو عالم جديد؟ لا جديد بقى يا عم ولا قديم. ها؟
قول يا عم وانا هقول وراك، خلينا نخلص. أجل سأقول وردته خلفي. يا صوت مبحوح يا زور منبوح، وارجع يا صوت أهل الحارة وحقق لهم طموح. طموح وتيجي بالسلامة، ها؟